عمرك شفت عمارة موجودة في منطقة سكنية زحمة جدا والعمارة دي تكون فاضية خالص من السكان؟ العمارة دي واحد صاحبي حكالي عليها في المنطقة اللي هو ساكن فيها. كانت عمارة قديمة جدا ومن أوائل العمارات الموجودة في المنطقة، بس العمارة دي كانت فاضية من السكان تماما، وده بسبب الإشاعات اللي كانت بتطلع عليها. وبعض الإشاعات دي في ناس كتير جدا أكدتها وقالوا إن هم شافوا الحاجات اللي إحنا هنقولها دي. العمارة دي كانت قصاد العمارة اللي ساكن فيها صاحبي، والناس بقى هناك كانت بتطلع شوية كلام عليها كده بإنها مسكونة بالعفاريت، وناس تانية تقولك إن الكلام ده خزعبلات ومفيش الحاجات اللي بتحصل دي، وناس تانية تسمع أصوات صريخ وأصوات قطط بتتخانق، وأحيانا يلاقوا لمط بتطفي وتنور في أوقات كده من النهار والليل. المرعب فعلا في العمارة دي هو البواب بتاعها اللي كان اسمه راضي، شخص سنه كبير، يعني ممكن نقول 65-70 سنة، سخيف جدا، شكله مرعب أصلا. لما تشوفه كده تحس إن شكله غريب. ومن المواقف اللي صاحبي بيحكي لي عليها بإنه مرة صحي من النوم بالليل لقى شقق في العمارة دي منورة، شقة تنور وشقة تطفي، الشقة اللي تحت تنور، الشقة اللي فوق تطفي، بطريقة غريبة كده كأن حد بيلعب في مفاتيح النور. وكان لما يبص على باب العمارة عشان يشوف البواب اللي اسمه راضي ده قاعد ولا موجود فين، يبص ليه قاعد على الكرسي بتاعه وباصص في السماء ومبحلق وشكله غريب جدا. ومن المواقف المرعبة برضه إن مرة أبو صاحبي ده كان راجع بالليل من الشغل، بص لها قطة بتتشقلب جوه العمارة كأن حد أكلها سم مثلا أو حاجة، بتشقلب بطريقة مرعبة جدا وبتعمل صوت مرعب. فالأب حاول يخش عشان ينقذها، بيقولك لما دخل العمارة لقى الباب اتقفل وراه. هو مهتمش بموضوع الباب ده قد إن هو ينقذ القطة، ولما دخل وحاول ينقذها القطة قعدت تعمل أصوات غريبة، وفجأة وقفت عن الحركة وقعدت تبص له بصات كده مرعبة، لدرجة إن الراجل ما قدرش يقف ثانية واحدة وراح جاري على باب العمارة اللي اتقفل وحاول يفتحه. في الأول الباب ما كانش راضي يفتح والقطة قعدت تقرب عليه ببطء، ولكن في الآخر بعد شوية محاولات قدر إنه يفتح الباب ويهرب من الموقف ده. وكان برضه من الحكايات المرعبة اللي بتتحكي عن العمارة دي إن الراجل البواب اللي اسمه راضي ده كان ساعات الناس تشوفه قاعد على الباب وفي نفس الوقت تشوفه واقف جوه بير العمارة، وفي ناس تانية كانت بتقول إن اللي واقف جوه بير العمارة ده حد تاني مش شبهه. في مرة تانية لقوا الكرسي بتاع راضي ده متحرك من مكانه ومحطوط في وسط الشارع، وفي نفس الوقت راضي كان موجود في وسط شقة من الشقق الموجودين فوق وبيبص على الكرسي. وبقى معظم الناس اللي ساكنين في المنطقة دي عارفين إن العمارة دي فيها مشكلة، محدش لا يقرب منها ولا يفكر فيها. بس في مرة حصلت حاجة مرعبة جدا خلت كل الناس اللي في المنطقة يعرفوا إن العمارة دي فيها حاجة مش مظبوطة. كانت الأجازة الصيفية لسه بادئة، وشوية عيال كده من اللي هو سن 12 سنة لحد 14 سنة كانوا بيلعبوا كورة قدام العمارة. واحد منهم شاط الكورة جامد وراحت داخلة في الدور الأول، جه يحاول يدخل العمارة عشان ياخد الكورة، لقى راضي واقف قدامه وبيبرق له بطريقة غير عادية. الولد قال له ممكن يا عم أدخل أجيب الكورة؟ راضي رد عليه بصوت مرعب جدا لدرجة إن الولد ده جري من قدامه بسرعة ورجع بيتهم. العيال التانية استغربوا جدا إن زميلهم ده طلع يجري كده، فراحوا يكلموا راضي ده يقولوا له إحنا عايزين الكورة يا عم وإحنا هنلعب، طب هنلعب بعيد، طب معرفش إيه. بصوا لقوا راضي ده راح ماسك عصاية وطلع يجري وراه. المهم إن العيال دي فضلوا مستنيين لحد ما راضي ده يمشي من مكانه وراحوا داخلين العمارة عشان يجيبوا الكورة، ولكن للأسف دخلوا وما خرجوش. أهالي العيال دي راحوا مبلغين الشرطة، والشرطة جت على طول ودخلت فتشت العمارة حتة حتة، ولكن ما لقيتش أي أثر للأطفال دول. وراحوا جايبين راضي والطفل الصغير اللي فلت من اللي حصل ده واستجوبوهم. طبعا راضي قال إنه ما يعرفش أي حاجة، والعيال دي كانت بتلعب وبتعمل إزعاج، فهو قال لهم يمشوا عشان في ناس هنا بتتضايق من لعب الكورة. لكن الولد الصغير كان هيقول للشرطة على اللي حصل بينه وبين راضي، ولكن راضي بصله بصة، فالولد خاف جدا وترعب وما قدرش يتكلم، وقال إن هو قال لعم راضي إنه كان عايز يطلع يجيب الكورة، وعم راضي قال له لا بلاش تطلع عشان الدنيا ضلمه فوق، استنى الصبح وانا اجيبها لك. الواد ألف القصه دي من دماغه بسرعه جدا بسبب ان راضي كان بيبص له بصات مرعبه. وبعد كام يوم اهالي المنطقه لقوا الكوره مرميه قدام باب العماره ومتقطعه حته حته وعليها دم، راحوا مبلغين الشرطه على طول، والشرطه لما جت استجوبت راضي تاني. راضي قال انه ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وان هو صحي من النوم لقى الكوره دي مرميه قدامه ما يعرفش جت منين. طبعا الشرطه بعدها بدات تشك ان في حاجه مش مظبوطه، وراحوا حاطين حراسة على العمارة، وفضلت الحراسة دي يوم واثنين وثلاثة واربعة ولكن ما حصلش حاجة، فالشرطة شالت الحراسة بعد الفترة دي. بس بعد كام يوم كان صاحبي واقف في البلكونة، لقى واحد كده داخل من على أول الشارع وعمال كده يتطوح زي ما يكون واحد شارب حاجة مثلا أو واحد يعني سكران أو كده، وفضل يتمشى وهو بيتمرجح كده لحد ما وصل عند العمارة إياها دي، وراح حاول يدخل جوه ولكن الباب كان مقفول. فضل يحاول يفتح الباب لحد ما قدر إنه يفتحه وراح داخل جوه العمارة. وشوية كده وصاحبي سمع صوت صرخة مكتومة
مرعبة جدا. وكان قبل الصرخة اللي صاحبي سمعها دي كان في نور شقة من الشقق منور. بعد ما سمع الصرخة النور طفى. بعد الأحداث الغريبة اللي بتحصل دي كل الناس بدأت تحذر من العمارة، وممنوع أي أطفال تلعب عندها، ممنوع أي حد يقرب منها لا بالليل ولا الصبح. معظم الأهالي في المنطقة بقوا يخافوا على عيالهم جدا من ساعة ما العيال الأولانيين دول اختفوا. بقى في حالة من الذعر ناحية العمارة دي، وراضي قاعد بمنتهى البرود كأنه ما عملش أي حاجة، مع إن اللي يبص في وشه يعرف إن هو ورا كل البلاوي السودة دي. بعد فترة من الوقت الناس بدأت تسمع أصوات العيال اللي اختفوا كل شوية خارجة من العمارة، كل شوية صوتهم يطلع. الأصوات كان فيها صريخ واستغاثة، وشوية كده ويسمعوا صوت العيال وهي بتلعب كورة، مع إن مفيش حد في الشارع خالص. كل الأصوات دي خارجة من العمارة وبمنتهى الوضوح. وفي مرة قبل الفجر كان صاحبي واقف في البلكونة، لقى العيال اللي اختفوا بيلعبوا كورة قدام العمارة. طبعا لما كانت الشرطة تيجي وتفتش ما كانوش بيلاقوا أي حاجة، فصاحبي كان خايف يحكي لأي حد لحسن يحصل له مشكلة أو الناس تقول إن الحاجات اللي بتحصل دي بسببه هو. وفضلت الدنيا ماشية على كده والناس خايفة من العمارة لحد ما عدى وقت طويل كده مفيش حاجة بقت بتحصل. مرة جار من الجيران الموجودين في المنطقة نزل عشان يرمي الزبالة، فصندوق الزبالة كان بعد العمارة دي بحتة صغيرة، فهو معدي شاف بنت حلوة جدا واقفة في البير بتاع العمارة دي، وقعدت تشاور له تقول له تعالى. فالراجل طبعا قلق وخاف، بس البنت كان ليها طريقة خليته يطمن تماما ان محدش شايفه. راح سايب الزبالة ودخل وراها العمارة واختفى بعديها. اهل الراجل فضلوا يدوروا عليه ولكن بدون اي فايدة، وبعد يومين كده ظهر الراجل بس كان عليه ملامح توتر ورعب غير عادية. ولما سألوه ايه اللي حصل هو طبعا خاف يحكي الموضوع ده لحسن مراته تعرف، فقال لهم انه كان نازل يرمي الزبالة عادي خالص، بص لقى 3 رجالة خارجين من العمارة دي وراحوا ماسكينه ومغميين عينيه وراحوا مدخلينه جوه وقافلين عليه، وما دريش بنفسه غير هو مرمي قدام باب العمارة الصبح بدري. بعد القصص دي كلها بدأت ناس من اللي ساكنين حوالين العمارة دي تعزل من بيوتها لأنهم حسوا بالخطر من وجودهم جنب مكان زي ده. كل شوية تحصل أحداث وحد يختفي وحد يتأذي، فبعض الناس قررت إنها تسيب المكان. في مرة صاحبي كان راجع من شغله فلقى راضي واقف جوا بير السلم وبيكلم حد، بس الحد ده مش باين، بس راضي كان بيكلمه وهو مرعوب على الآخر. والحد ده كان واقف يعني جسمه مش باين، بس الظل بتاعه كان باين جنب راضي. هنا صاحبي بدل ما يطلع البيت راح طالع على اسم الشرطة على طول وراح مبلغ باللي حصل ده. هنا بقى الشرطة بدأت تحس إن راضي ده بيعمل حاجة مش مظبوطة، فبدأت تعين عليه حراسة عشان تشوف بيعمل إيه. وكانت المفاجآت الصادمة، اتضح إن كل الأحداث اللي بتحصل دي صاحب العمارة هو اللي عاملها. هو كان بيعمل كده لأن كان في مشكلة على الورث بينه وبين إخواته، فكان بيحاول يخلي العمارة سمعتها وحشة جدا عشان محدش يشتريها أو حتى حد يحاول يأجر فيها. صاحب العمارة ده عشان يقدر يعمل الموضوع بطريقة مرعبة ويخلي الناس فعلا تخاف وتترعب راح معين واحد دجال شغلته السحر والشعوذة عشان يحط العفاريت في العمارة ويخلي محدش يقرب لها. بعد ما اتقبض على صاحب العمارة وراضي والدجال اللي هو كان معينه اللي ما كانش بيظهر في الصورة خالص، ما كانش حد بيشوفه لأنه كان بيجي بالليل ويمشي بالليل، فما حدش من المنطقة كان عارف شكله أصلا. المفاجأة الأولى إن هم لقوا جثث الأطفال مدفونين تحت بير السلم، وهم عملوا كده عشان يثبتوا للناس في المنطقة كلها إن العمارة دي مسكونة بالجن والعفاريت. تاني مفاجأة ودي اللي انتوا هتصعقوا منها، إن راضي ده طلع مش راجل عجوز، ده طلع شاب صغير عنده 25 سنة بس عامل لنفسه كده تنكر بحيث إن هو يبقى باين إن شكله راجل عجوز. وكل حاجة كانت بتتم في العمارة عن طريقه هو، كان هو اللي بيطلع يطفي الأنوار ويشغلها، وكان هو المصدر الأساسي لنقل الإشاعات في المنطقة عن العمارة دي. يعني كان لما يقف مع أي حد كده يقعد يقول له ده بيحصل فيها كذا وامبارح حصل كذا، يعني كان مصدر من المصادر اللي بتنقل الإشاعات عن العمارة دي. بعد اللي حصل ده الشرطة منعت أي حد يقرب من العمارة دي وعملت سور حواليها وحطت حراسة. بس حتى وبعد ما اتقبض على الناس دي العمارة كان بيحصل فيها حاجات غريبة. يعني في ناس كانت أحيانا تشوف راضي واقف في العمارة كانوا يلاقوا راضي ده قاعد على الكرسي بتاعه عادي خالص ومفيش أي حاجة، برغم الحراسة موجودة هو قاعد وسط الحراسة ومفيش أي مشكلة خالص. وحتى صاحبي ده كان بيشوف حاجات غريبة في العمارة دي، يعني كان أحيانا يشوف الأطفال بيلعبوا في شقة من الشقق اللي قصاد شقته على طول، وأحيانا يلاقي النور مطفي في نفس الشقة دي وفي أجسام غريبة كده بتتحرك جوه. بس طبعا الأحداث دي قعدت مع الوقت تختفي، وممكن نقول إن الأحداث دي نتيجة إن الناس جالها هوس من العمارة وبقوا يتهيأ لهم الحاجات دي. كل حاجة واردة، بس الأكيد وده اللي كل الناس في المنطقة كانت بتجزم عليه، إن مش كل الأحداث اللي حصلت اللي فاتت دي بشر هم اللي عاملينها.